يقول من أين جاءت كلمة أهل السنة؟ جاءت لأنهم متبعون الكتاب والسنة على فهم السلف، وهذه كلمة قديمة. قال فلان سني، كلمة قديمة ما هي جديدة، ما يعني من الآن، من زمان. كم كانوا يصفون، قرأ كتب التراجم، فلان سني، يقولون بعضهم أسد السنة، بعضهم يلقبون أسد السنة، بعضهم يلقب بسني، بعضهم يعني هذا شيء معروف، شيء معروف عند السلف، حتى يميز من أهل البدعة، يميز أهل السنة من أهل البدعة. كيف سيميز أهل السنة من أهل البدعة؟ إلا باسم لهم، اسم خاص بهم، لأن أهل البدعة هم كثير منهم مسلمون. ولو قلت أنا مسلم فقط، أنا مسلم، طيب أنت مسلم إيش؟ مسلم ماذا؟ قال لك أنا مسلم ما أنتمي إلى أي شيء، لا، خطأ. أنت مسلم سني سلفي، سني سلفي، عقيدتي سنية سلفي، حتى تميز نفسك من مسلم صوفي، من مسلم شيعي، من مسلم اعتزلي، من مسلم مرجئي، من مسلم يعني ماذا بارك الله فيكم قدري، من مسلم، من الجهمية كفروهم، نعم، من مسلم قدري، من مسلم كذا. لابد تميز نفسك. بعض الناس ينتقد، يقول لك خطأ، كيف تقول سلفي؟ إذن أنتم حزب، أنتم كذا. يا أخي كيف؟ طيب أنت كيف ستميز نفسك عن أهل البدع المسلمين، عن أهل البدع المسلمين، وأنت مسلم وهم مسلم وهو مسلم؟ كيف ستميز نفسك؟ لابد أن تميز نفسك باسم صحيح. سني، أنت سني، سني، قل أنا سني. سلفي، سلفي، إيش معنى سلفي؟ يعني متبع الكتاب والسنة على فهم السلف، هذا معنى سلفي. سني أي متبع الكتاب والسنة على فهم السلف، ما في فرق بين سني وسلفي، ما في فرق بين سني وسلف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولا عيب على من انتسب إلى السلف، ولا عيب على من انتسب إلى السلف، ما في عيب، ما هناك عيب، ولا يجوز أن يعاب. من قال أنا سلفي ما يجوز أن يعاب، من قال أنا سني ما يجوز أن يعاب. أننا نرى بعض الناس يشمئز إذا قلت أنا سني أنا سلفي، يشمئز. إيش أنتم تفرقون، أنتم كذا، إيش ما تقول أنا مسلم؟ هذا خطأ، هذا فهم ما هو صحيح. أنا مسلم لابد أن أميز نفسي عن أهل البدع المسلمين، وإلا لصار اختلط الحابل بالنابل، وما عرف المحق من المبطل، وما عرف السني الذي هو على الصواب، أقصد المسلم الذي هو يعني على الذي منهجه صواب، ومسلم منهجه خربان على بدعة وعلى ضلالة، وهو لا زال مسلم. لأن ما كل أهل البدع كفار، ما كل أهل البدع. هذا قول بعض أهل الغلو، هذا غلو، ما يجوز أن يكفر بالبدعة، أن يكفر بكل بدعة. هناك بدع ما هي مكفرة، هناك بدع مكفرة كبدعة القول بخلق القرآن، بدعة مكفرة. أما وهناك بدع ما هي مكفرة، نعم، هناك بدع ليست مكفرة. فإذا لا بد من التميز. شيخنا مقبل رحمه الله يقول ما نصرت دعوتنا إلا بالتميز. الآن الحمد لله صار لدعوة أهل السنة قبول بسبب تميزهم عن أهل الباطل. كيف أحب الناس دعوة أهل السنة وانتشرت الدعوة ووثق الناس بها وتعلموا منها وعرفوا خيرها وعرفوا ثمرتها، إلا لما إيش؟ لما ميزوا أنفسهم، فصار الناس يعرفونهم أن هؤلاء أهل سنة، أن هؤلاء أهل سنة. حتى أنه خطأ أنك أنت سني وتذهب تخطب أو تحاضر أو كذا في مسجد حزبيين. لماذا؟ لأن الناس العوام يغترون، يقولون هذا يعني ماذا بارك الله فيكم، هذا يعني هؤلاء شيء واحد، هؤلاء شيء واحد، ما في فرق بين هذا وهذا. خطأ، تغرر بالناس. أنت الآن تغش الناس بهذا الأمر،
نعم، عندما تنعش مسجد حزبيين أو مسجد بدعة وأنت سني تنعشه، والناس يغترون يسمعون من كلام طيب ويظنون أن أهل البدع كلهم هكذا، أن أهل البدع كلهم على هذا الحال، تغرر بالناس، هذا خطأ. نعم يا ماجد. أحسنت، صدقت. يعني في الجاهلية كان يعني أهل الحق يتميزون بالإسلام، يتميزون بالإسلام أهل الحق، يعني قبل أن تظهر الفرق، قبل أن تظهر كذا، كان مسلم صح، أنا مسلم وهذا كافر، ما في فرق. المسلمون ما قد تفرقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام في مكة، ما في إلا مسلم وكافر، مسلم ومشرك، لأنه ما في فرق بين المسلمين. لكن لما حصلت الفرق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موت أبي بكر، بعد موت عمر، تفرقت الأمة وصار هذا من الخوارج، ظهرت الخوارج، ظهرت المرجئة، ظهرت القدرية، ظهر أصحاب البدع. اضطر أهل السنة أن يميزوا أنفسهم. فأهل الحق في زمن التفرق المسلمين يميزون أنفسهم بالسنة. أما قبل في زمن الجاهلية، قبل في حال أو في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يميز أهل الحق أنفسهم بالإسلام. والبربهاري رحمه الله في شرح السنة يقول: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هكذا يقول البربهاري رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تدريس هذا الكتاب وعلى قراءته. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة حتى نلقاه. ليس في زماننا شيعة. الشيخ سليم يقول هكذا: ليس في زماننا، يعني كلهم روافض، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر. أنا الذي أعرف أنه ليس في اليمن شيعة ولا زيدية، هذا الذي أعرفه. قال: ليس في عصرنا شيعة، ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد شيعة اليوم. هذا كلام الشيخ سليم. يقول: بل هم وثنيون في توحيد العبادة، مشركون في توحيد الربوبية، جهمية معطلة في باب الأسماء والصفات، مرجئة غلاة في باب الإيمان، خوارج وعيدية في باب الأسماء والأحكام، سبائية زنادقة في باب الإمامة والصحابة، إرهابيون في علاقاتهم مع مخالفين، تكفيريون يكفرون المسلمين أحيانا وأمواتا، مزدكية إباحية في النساء باسم المتعة، لصوص أموال الاستيلاء على أموال أتباعهم باسم الخمس. فمذهبهم مستنقع لكل شذوذات الفرق، انحرافات الأديان وضلالات الملل والنحل. كيف تعرفهم؟ كل من يعتمد بتلقي دينه على ما يسمونه بالمصادر الأربعة المتقدمة والمصادر الأربعة المتأخرة والصحاحة الإمامية الثمانية، أو ما يسميها الدستور الإيراني بمادته الثانية بسنة المعصومين، ويؤمن بجميع ما جاء فيها، فهو الامتداد التاريخي والعقدي للسبائية. فالسبائية هي الاسم الأقدم، الاثنا عشرية هي الاسم الأحدث من لحقيقة واحدة. ولا يوجد في عصرنا شيعة، لأن ما في هذه المصادر هي عقيدة غلاة الروافض المشركين والمجوس الصفويين، منقول بالتصرف. طيب، جزاك الله خير، كلام جميل.